ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي معرفنيش، دي قناتي يوميات ام ادم، منزل اشتركوا في القناه وحطوا لايك. هنا بقى كنت عند والدتي، كنا عاملين السمك اللي هو التونه دوت وسمك بلطي. هنا بقى هنقع السمك التونه كده شويه دقيق وليمون. ده ليمون كبير كده كان والدي جايبه من الشغل، فوالدتي قالت لي نستخدمه في ايه، قلت لها استخدميه في النقع يعني بيبقى حلو كده. فحطيت عصرت ليمونه بقى، وده كان سمك بلطي ماشي، بس كان صوحي. السمك البلطي ده يعني كان صوحي وانا اللي ذبحته، انا اللي قضيت عليه، انا اللي قتلته. هي والدتي بتحب تجيب السمك اللي بيلعب في المية دوت. هنا بقى هعمل الخلطة، عبارة عن ملح وفلفل توم. مش عارفة الحتة دي مسرعها ليه. توم و... وليمون وفلفل اسمر، فلفل اسمر ايه، كمون وتوم وليمون، دقيتهم كلهم في الهون، وبعد الاخر عصرت عليهم ليمون. هنا بقى هعمل بقى الخلطة اللي هي بتاعت السمك اللي هيخش الفرن. ده توم ماشي، وطماطم وبصلاية. انا مش عارفه كانت الكاميرا مش مظبوطه يعني، عفوا يعني بعتذر يعني. وكان في شويه، نزلت بقى كده الارض لقيت عندهم كرفس او كركس دوت. خدت شويه كده وضربت شويه، وبعد كده هنا بقى حطيت الخلطه ديت اللي هي عباره عن بصلايه وتوم وقطايه وقرن فلفل، وعصرت هنا الليمون بقى. وبعد كده ايه، حطيت عليها شويه خل وشويه دقه او شويه ملح. وكان عندي عودين برضو كرفس، كان لسه بقى طالع كده، وكان لسه بقى بس كان طري كده، فكان جميل قوي. فنعصر بقى ليمون كتير عشان هو السمك اللي هو التونه دوت بيحب. هنا بقى بطاطس ليمون شرايح، بس ما انصحكوش بالليمون الكبير ده، تحطوا شرايح، وبصل شرايح وطماطم شرايح وجزريه مبشوره و وهنا بقى هنزل كل ده في صينيه او في قالب اللي هيخش الفرن. وشويه كراكس برضو، انا كنت فرحانه بالكراكس مش عارفه ليه في اليوم دوت، عشان كان طازه ولا ايه، ولا عشان كان شكله حلو بقى وطري كده واخضر زي ما انتم شايفين. فالزر كنت فرحانه بيه، فعشان كده عماله احطه في كل حاجه. فهنا بقى حطيت شويه زيت بقى، وهحط كده في قاع الصينيه كل الحاجات ديت وايه، بعد الليمون طبعا. وبعد كده بقى هرص السمك كده، وهنزل عليه بايه، ببقيه الخلطه اللي عندي، وهرص بقى عليه ليمون ايه من فوق وشويه زيت، وادخله الفرن. هنا بقى بعد ما طلع من الفرن زي ما انتم شايفين كده، الليمون طبعا خد وش بقى خلاص، كل العصاره اللي فيه نزلت. وهنا اهوت، والبطاطس بقى كانت دايبه قوي. انا مش عايزين تحطوا بطاطس ما تحطوش، بس كان هي اول تجربه ليا ان انا احط فيه بطاطس. وبصراحه الصينيه دي ما جاش يعني، ما عادتش لتاني يوم، هي اتنسفت في ساعتها. وطبعا بقى سمك البلطي والكلام دوت مرضتش بقى انزلهولك عشان فيديو ما طول.